الدكتور الفايد اعتذر فوقع فيما هو أشد وأنكر. كيف ذلك؟ اعتذر ولمح وأشار وأراد أن يهدئ ويرقع ما صدر منه، فوقع فيما هو أطم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمعوا ذلك بارك الله فيكم بالتدقيق والتوضيح من أجل أن يعلم الناس وأن يفهم الناس. نحن لا حاجة لنا بالفيد ولا بغيره، نحن حاجة لنا بالدين أن يحصن وأن يحفظ، وأهل الإسلام يعرفون إسلامهم ويحترمونه، لأن الدين به نحيا وبه نعيش، وهو روحنا وهو إيماننا وهو طريقنا وهو جنتنا وهو نورنا وهو كل شيء. الدين يمثل لنا كل شيء، سبحان الله العظيم. أيها المؤمنون، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في كل ما نقول ونحاول ونوصل للناس، إنه جواد كريم رحيم يرحمنا بالإخلاص ويعيننا على ذلك، آمين يا رب العالمين. قال الفايد، قال أولا عن الإسراء والمعراج، هو يعتذر الآن، أقول ما قاله حين أراد أن يعتذر، فقال وهذا جميل، لأن التمادي في الباطل رذيلة والرجوع إلى الحق فضيلة. هذا جميل، لكن أن يكون الإنسان صريحا، أن يكون معقولا، أن يكون صوابا، أن يكون إخلاصا، وأن يقول ذلك لله ولا يتعامل مع أحد من الناس. يقول هو في العلماء، أنا يقول أولا الإسراء والمعراج، يقول أنا في الإسراء والمعراج لا أنكر الإسراء ولا المعراج. الإسراء والمعراج جاء في القرآن، وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هكذا يقرأ القرآن. هو يقول أنا حافظ القرآن، لكن لما يقرأ ترى قراءته قراءة العامي، قراءة البادي، قراءة راعي الغنم، قراءة إنسان بعيد عن حفظ القرآن. نحن حفاظ القرآن نعرف الإنسان إذا كان حافظا للقرآن كيف يتلفظ بألفاظه. هو يخلط بين عاصم وبين القراءة المغرب، وشي حروف يدمجها وشي حروف يغمضها، ده القراية ديال العوام. هذا هو حفظ القرآن. أنا أشك في حفظه للقرآن من خلال قراءته للقرآن، فقراءته ليست بقراءة الحفاظ، وهذا واضح لمن هو صاحب القرآن وحافظ القرآن وعاش مع القرآن وحفظ القرآن في الكتاتب، في اللوح، صف اللوح، قرأ القرآن كما هو عادة المغاربة أغلبهم وجلهم، الحمد لله. إذا هو يقرأ القرآن يقول أنا حافظ القرآن وأنكر قصة الإسراء والمعراج. أنت ما نكرتهاش بالقرآن، نكرتها بالسنة. لما قلت أن النبي صعد إلى السماء وطرق الباب وقيل له افتح ومعك جبريل وكذا، قال هذه خزعبلات، هذه أحاديث صحيحة. ومن فرق بين القرآن والسنة هذا على خطر كبير، نسأل الله العافية. لأن الله قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، الحكمة هي السنة، والقرآن هو المفسر للسنة، والسنة هي المفسرة والمبينة للقرآن. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الذكر هنا هي السنة، من أجل أن تبين بها القرآن للناس. هكذا يمشي الدين. وانت تنكر احاديث النبي وتقول فيها خزعبلة وتقول انا لا انكر الاسراء والمعراج، هذا خبال، هذا خوار، لا يقبل منك، وخاصة عند الاعتذار. طيب هذه نقطة. ثم قال في العلماء انا لا اقصد العلماء الذين يفقهون الدين والشريعة، انا اقصد العلماء الذين عندهم علم بعلوم الكون وعلوم الذرات وعلوم التغذية مثلا أو غيرها من علوم الدنيا، ثم يكونوا عالمين بالشريعة وبالفقه. قال هذا الذي أقصد، أن يكون العالم عالم بالشريعة وعالم بأمور الدنيا، هذا الذي أقصد. وثم قال وهؤلاء هم العلماء. قال لك على هكذا، على هؤلاء يطلق العلماء، وهذا منكر. هل الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة الأعلام الكبار، هل البخاري غيرهم من أئمة، من خواص العلماء، نجوم العلماء؟ كان الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وكان أحمد يقول في الشافعي إنه للبشرية كالعافية، إنه للبشرية كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. يعني الشافعي والإمام أبو حنيفة العالم العظيم الذي أصل الفقه ونور الأمة بالفقه الذي تخدم
تخدم به الشريعة الإسلامية. ثم الإمام أحمد الذي عانى كثيرا من أجل أن يثبت للناس بأن القرآن غير مخلوق. هؤلاء علماء هل كانوا يعلمون علم الذرات، علم الكون، علم التغذية؟ كان عندهم علم الشريعة. إذا إلا ما قلناش هذو علماء، لما نقول علماء هو يقول العلماء اللي عندهم علم بالكون والشريعة، هؤلاء على من يطلق العلماء. هذا قول باطل ما يصلح. ثم يقول بأن أنا أقصد هؤلاء العلماء الذين تفقهوا في الدين ثم لهم العلم بعلوم الكون وعلم كذا، قل هذا الذي أقصد. وهو يتلون ويميل كل الميل من أجل أن يصلح، لكن ما هكذا يكون الإصلاح. أنت لا تخاطب سذاج، وإنما تخاطب ناس الله تبارك وتعالى بصرهم وجعلهم هم الأقوياء في كل شيء. من يظن أن علماء الشريعة هم أقل الناس هذا غلط، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. العلماء هم الأذكياء، هم الفطناء، هم القمة في كل شيء، أي علماء الشريعة، لأنهم على بصيرة الدين وعلى بصيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا طيب هؤلاء العلماء. ثم يقول في النقطة الثالثة هذه الفتنة أشعلها يعني صاحب القفطان، ويشير بهذه الكلمات. علاش لاحظوا على عليا وعلاش قالوا لي وصاحب القفطان هو الذي أشعلها وكذا وكذا. أنت قلت في القرآن بأن آية القرآن المفسرون كلهم لم يفقهوها، وأنا فقهتها وسبحان الله هم ما عرفوهاش وما فهموهاش وأنا اللي عرفتها. أنت بعيد عن الشريعة وبعيد عن الفقه في الشريعة وبعيد عن علم الشريعة، بعيد كل البعد. لا تقول شيئا، لأن عرفناك من خلال كلامك في الشريعة أنت لا تفقه في الشريعة ولا في علم الشريعة إلا كالعم فقط. أما علمك نحترمه علم التغذية، لكن قلت بأن العلماء كل المفسرين لا حول لم يفهموا هذا وأنا فهمته، وأنت في بعد عن هذا وتقول أنا فهمته. اتهم عقلك يا عبد الله. لما تقول هذا في علماء الأمة وعلماء التفسير خاصة ألا يرد عليك أحد أهل العلم؟ هذا طبيعي، وإلا نخلي وقت نلعب في الدين لا حول ولا قوة. ثم يقول صاحب القفطان قال لابد أن يقال، لابد أن يقول، لابد أن يرد، لابد أن يرد عليك وأن يرد عليك. هذا طبيعي، خصك تعرفها وتقبلها وتقول الحمد لله جزاك الله عنا خيرا، ماشي تطعن وتعمل الفتنة، لا تقول جزاك الله عنا خيرا. هذا هو الطريق الصواب. ثم قلت في قضية هذا العلماء الذين ذكرتهم، قلت يعني الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، يعني لمح بأن الجنة يدخلها غير المؤمن، أي الكفار يدخلون الجنة، وهذا خطر كبير. فالجنة محرمة على الكافرين. ثم علل ذلك بأن علماء قدموا الخير للأمة والنفع للأمة، وذكر منهم أينشتاين وذكر منهم نيوتن وباستور ونيكولا وأديسون، قال كلهم هؤلاء قدموا الخير للأمة والله لا يظلم أحدا. يعني المفهوم ديالو أن هذا العلماء الكبار لما قدموا الفيزياء والأنسولين والضوء والكهرباء وقدموا للأمة هذه الخدمة العظيمة، أن الله ما يظلمهمش يديهم للجنة. الله تبارك وتعالى الدنيا خال في أهلها، وفي هذه العلماء هذو الله تكلم عليهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ولهذا أينشتاين لما تعملق في العلوم وكان بريعا وعملاقا لما جاء إلى علم الشريعة قال فإن القيامة خرافة يحكيها الخلف عن سلف من المسلمين. خرافة يحكيها الخلف عن سلف من المسلمين، يحكونها خلفا عن سلف. انظر ماذا قال في القيامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هذا هو أينشتاين، هذا هو العلم. إذا الذي يقول هذا ثم يقول أكبر من هذا وأخطر، يقول بأن هؤلاء العلماء كلهم اعترفوا بوجود الله. سبحان الله. وهنا يظهر جهل الرجل بالشريعة وبالدين وبالتوحيد. إذا هنا يظهر جهل الرجل، الجهل المذقع، الجهل الكامل التام المركب بقضية الشريعة، خاصة في أعظم قاعدتها ألا وهي التوحيد. يقول بأن هؤلاء العلماء الكبار كلهم اعترفوا بماذا؟ بوجود الرب سبحانه وتعالى. ألا يعلم الفايد بأن كل المخلوقات اعترفوا بوجود الرب سبحانه وتعالى؟ إبليس اعترف، فرعون اعترف، كل ذا. إبليس يقول قال فبعزتك، شوف يمجد الله تبارك وينزه الله تبارك وتعالى ويقدس الله تبارك وتعالى، قال فبعزتك. إبليس يقول هذا. فرعون يقول قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون اعترف بوجود الرب تبارك وتعالى. تعرف كل ما اعترف بوجود الرب، كل المخلوقات اعترفوا بوجود ربنا سبحانه إلا المجوس، فقالوا إن للكون إلهين، إله الظلمة
وإله النور، فإله الظلمة هو الليل وإله النور هو النهار. هؤلاء الذين انزلقوا ولم يعترفوا بالله تعالى أو ما كانوا من الظهريين. أما الباقي كل المخلوقات اعترفوا بوجود الرب، لكن المشكل ليس الاعتراف بوجود الرب، الاعتراف بوجود الرب وحده لا ينفع لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن كفار قريش كان عندهم في أتمه وفي أكمله حيث قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي غزوة بدر أبو جهل يدعو الله ويقول يا رب أينا أقرب في الحق فانصره. سيدنا النبي يدعو هنا وهو يدعو هنا ويدعو الله ويقول يا رب يا رب، لكن المشكل ماشي هو في الربوبية. وهنا يأتي القول الذي جاء عن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وكثير من العلماء، وهذه مهمة يا طلبة العلم أيها الشباب يا شباب الإسلام، هذه مهمة يفهموها بارك الله فيكم. راه اللي ما عرفش التوحيد وما عرفش منهج السلف وما عرفش هذا بالاصل ديالو، واخا يقرا واخا يعلم يبقى دائما تالف، نسال الله العافيه. الشيخ ابن جرير الطبري وغيره من العلماء قال لك التوحيد على ثلاث: توحيد الربوبيه وهو ان تعترف بان الله رب اي الخالق المدبر للكون، هذا عادي. ثم توحيد الالوهيه أن تصرف جميع العبادة لله تبارك وتعالى وأن تعبد إلا الله، هذا هو اللي مهم وهذا هو اللي صعب، وهذا من أجله بعث الله الأنبياء والمرسلين والكتب والجنة والنار من أجل التوحيد أي الذي لا إله إلا الله. المشكل ماشي في لا رب إلا الله، لا رب إلا الله كل المخلوقات يعرفوها ولكن لا تنفعهم قطعا كما كان كفار قريش وكما كان فرعون إلى غير ذلك. المشكل في لا إله إلا الله أي تعترف بالله وحده وتعبده وحده، وأن تؤمن برسوله الذي جاء بالرسالة وأن تؤمن الإيمان الكامل. هذا هو التوحيد وهذا هو الاعتراف بالتوحيد الذي يدخل صاحبه الجنة. أما اعترفوا بالرب كل شيء اعترف بالرب، ولكن واش الاعتراف بالرب مشي الجنة؟ أبدا. حتى يعترف بالإله كان هناك لا رب إلا الله هذه ما نفع والو، وهناك لا إله إلا الله هذه التي تنفع، ولا إله إلا الله بالشروط ديالها وبالضوابط ديالها إذا حققتها أنت مسلم أنت من أهل الجنة، ضيعتها أنت كافر وأنت لست من أهل الجنة. القضية الفاصل ولا إله إلا الله ماشي لا رب إلا الله. وهذه خص يعرفوها الشباب ديالنا والمسلمين يفهموها ويفهموا هذا انواع التوحيد. ومن هنا اوتوا الناس كثير من العلماء كتبوا في التوحيد وكيف يفسروا التوحيد بلا رب الا الله، ولا رب الا الله لا تفيد شيئا لان كل المخلوقات قالوها ومشوا للنار. اما التوحيد الصحيح هو لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، وأن يتوكل العبد على ربه ويصرف جميع عبادته إليه ولا يجعل مع الله تبارك وتعالى واسطا أو وسيطا بينه وبين ربه. هذا هو التوحيد وهذا هو الذي يدخل صاحبه الجنة، أما غيره فلا. ثم توحيد الأسماء والصفات هذا معروف الحمد لله أن الإنسان يثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات سواء جاءت في كتابه أو جاءت على لسان رسول صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح. هذا هو الدين يا فايد، هذه هي العقيدة يا فايد. ما تجيب لناش كفار هاد أنشطين وهاد الكفار الذين تعمقوا في علوم الدنيا وتقول الله لا يظلمهم لأن قدموا لنا في الدنيا. راه ربي عز وجل لا يظلم أحد، راه إلا قدم شي عالم ولا شي كافر شي مصلحة للدنيا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعوض له ذلك في دنياه ويزيد له في حياته وصحته وماله ورزقه حتى يكمله حقه، فإذا استوفى ذلك فمات يكون ميسا ويمشي جهنم. هذا هو الفهم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الدكتور فايد فهما جديدا وفهما صحيحا ليعود إلى الدين، لكن يعود بطريقة صحيحة. ما يعملش بحال الاعتذار اللي نعمل دابا إراواغ ويستعمل الكلام وزير. مع من تتكلم؟ أنت تتكلم مع أصحاب الشريعة الذين يعرفون دقائق الأمور بتوفيق من الله تبارك وتعالى. لا تتلون ولا تتحول من جهة إلى أخرى، وإنما تب إلى الله تبارك وتعالى وقل قد أخطأت وكانت سرعة وكانت غضب وتسرع كذا، ولا شيء في ذلك الحمد لله، لا شيء في ذلك. فالرجوع إلى الحق دائما فضيلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يعيننا على نصر الحق